مرحبا يا شباب. هل ألمانيا جاي تستعد لحرب عالمية ثالثة؟ المعطيات تقول اي نعم جاي تستعد ألمانيا لحرب عالمية ثالثة. بعد الحرب اللي حصلت ويا أوكرانيا وروسيا، ألمانيا سابقا قبل هذه الحرب كانت الميزانية مالت الدولة ألمانيا تخصصها أكثر الميزانية تخصصها ألمانيا للمدارس، للأطفال، للشوارع، للبنى التحتية. كانت هذه ألمانيا تخصص مبالغ جدا ضخمة لهاي المشاريع اللي قلتها. بعد ما حصلت الحرب بين أوكرانيا وروسيا، ألمانيا عادت التفكير، وألمانيا قالت بصراحة الأوضاع ما تأمن بخير، يعني ماكو شي يتأمن. فقام الوزير الدفاع الألماني راح زار مقرات الجيش الألماني، راح شاف المقرات كلهن، شاف الهليكوبترات عطلانة، شاف الجيش ما مستعد، شاف مو ذاك السلاح الكافي، مو ذيك الطيارات الحربية الكافية اللي تحمي البلد في حال صار عليه هجوم وغيره. فسألهم وزير الدفاع الألماني، قال لهم ليش أنتم ما انتم مستعدين؟ قالوا له بصراحة الدولة ما تصرف لنا أموال حتى نقوي الجيش مالتنا وغيره، كل أموال الدولة تصرف الميزانية تروح للأطفال، لتعليم الأطفال، لأفضل المدارس وللبنى التحتية وغيره، فما يجينا أي شيء. بعدها وزير الدفاع اجتمع بالمستشار الألماني واجتمعوا بالبرلمان وقرروا أن يخصصون ميزانية للجيش الألماني. السنة اللي فاتت ألمانيا خصصت للجيش مالتها 100 تريليون يورو للجيش مالتها، مو 100 مليون، 100 تريليون يورو للجيش مالتها. هاي ال 100 تريليون يورو راحت للطيارات الحربية، لتصنيع الطيارات الحربية، لتصنيع سلاح فتاك جديد، لتقوية الجيش، للدبابات، للدروع، للمدافع و فخلال سنة واحدة الجيش الألماني كان مستعد لأي حرب تنشب في أي لحظة في أي ثانية. فحاليا الجيش الألماني مستعدين للقتال، 180 ألف جندي مستعد للقتال في حال صار حرب، ومثل ما نقول واضطرت أن الدول تتقاتل مع بعضها. هذا واحد. الاحتياط عند الجيش الألماني حاليا، الاحتياط عندهم حاليا هو 1,400,000 شخص بالاحتياط، يعني 1,200,000 شخص بالاحتياط في حال نشبت حرب ضخمة مثل ما نقول، وصار بيها مثل ما نقول نزف وقتل بيها، فراح يستدعون الاحتياط مالتهم على القتال من أجل الحفاظ على بلدهم وغيره وغيره. من خلال هاي التغييرات ومن خلال هاي الأشياء المعطيات إنه الدولة صرفت 100 تريليون يورو على يعني هذا رقم، ولكن ضخم ضخم بمعنى الكلمة. والجيش استعد خلال سنة مثل ما نقول، كان مستعد حاليا مستعد في حال نشبت أي حرب عالمية ثالثة. السؤال هنا، هل ألمانيا عندها معلومات أخذتها مسبقا إنه لازم تجهزون وإحنا مقبلين على حرب عالمية ثالثة؟ هذه كلها احتمالات. أنا أشوف من خلال المعطيات اللي موجودة، نعم ألمانيا عندها معلومات إنه ممكن بأي لحظة تنشب حرب عالمية ثالثة، ولذلك يكونوا مستعدين، ولذلك ألمانيا ضخت هاي الأموال واستعد الجيش خلال سنة. أنتم شو رأيكم بالموضوع يا شباب يا بنات؟ هل تفكرون إنه نحن على حرب عالمية ثانية على الأبواب، ولا هي فقط شغلات روتينية للدولة؟ وإذا كانت شغلات روتينية، ليش سوتها بالحرف الواحد ألمانيا بهاي اللحظة؟ ليش ما سوتها سابقا؟ ليش ما خلتها نفس ما هي؟ فبصراحة تهمني تعليقاتكم.